السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. وحشتوني جدا والله، وحشتوني أوي 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 أوي. مش لاقي يعني كلام أقوله لكم. مش كل يوم بقى أتحجج لكم إن أنا اتأخرت ليه. معلش، وأسفة للناس اللي أنا ما بكلمهاش على اللي ما بردش على الرسائل بتاعتها اللي على الواتساب. معلش سامحوني يا جماعة، معلش. إن شاء الله ربنا يعدي الفترة دي على خير، وهنبقى زي الفل إن شاء الله مع بعض بإذن الله، وهنتواصل تاني مع بعض. والله ربنا يعلم، انا صورت الفيديو ده النهارده كده بس عشان اسلم عليكم، يعني مش هدفي والله اي حاجه. طبعا ده منظر البيت بتاعي من فوق. ده بيت حد جيراني يعني كده، ناس بسطة يعني على قد كلنا بسطة يعني، كلنا عباد الله. المهم يا جماعه، النهارده طبعا عايزه اوريكم حاجه هي ضحكتني، فانا قلت اضحككم معايا. شايفين بقى المنظر ده بالله عليكم؟ شايفين المنظر ده؟ احنا امبارح رحنا نجيب رحنا امبارح بنجيب باميه، طبعا باميه على اخرها. فاحنا يعني اي حاجه بنجيبها منها عشان خلاص هنقلعها يعني. المهم لينا بنتي وهي بتقلب، احنا اترعبنا اصلا، لقينا حاجه عماله تخروش وتجري وتموت في الدنيا هناك. احنا افتكرناها بقى تعبان وكده، قلنا ده عشان الحراره اللي الزواحف والحاجات دي بتطلع. فلقينا ده نط علينا كده، بجد اترعبنا رعب فظيع. طبعا احنا حاطينه هنا في البتاعه دي لحد ما نشوف اصحابه، يعني لحد ما نشوف اصحابه مين ونوديه لهم. هو مش طايق يعني. دي بتاع عصافير. كنت مره مصوره برضو معاكم العصفور اللي هو كان بيركع ويسجد ده وكده، وان شاء الله ابحثوا على القناه وانتوا تلاقوه. ده كتكوت طبعا بلدي يا جماعه، ده كتكوت بلدي ما شاء الله، الله اكبر على مصحصح وزي الفل. بس عاوز يطلع باي طريقه. طبعا لنا بقى بتاكله بقى اكل العصافير، حاطه له ميه وحاطه له شرب وحاطه له كل حاجه، وبتاكله اكل العصافير. انا مش راضيه اسيبه والله، ما رضيتش اسيبه تحت عشان ما حاجاش تروح له. لان ده امان يعني لازم نخليه لحد ما يشوف اصحابه. هنزل بقى اوريكم منظر هنزل لكم يعني، هوريكم المنظر كله بقى من تحت، واوريكم. في ناس بتقول لي ورينا الجنينه بتاعكم تزرع ايه مش عارفه ايه. فالفرصه النهارده يعني ما فيش حد قاعد بره، لان زي ما انتم عارفين جوزي محامي وكده، بتبقى فيه ناس قاعده بره، زباين وعربيات وكده، فما بيبقاش في فرصه ان انا اصور بعد العصر. التصوير الايام دي الصبح لا حر، فانا هنزل اصور معاكم كده وهشرح لكم كل حاجه، هوريكم كل حاجه يعني. خليكم معايا بس بالله عليكم، حطوا اللايك، ما تنسوش تشتركوا في القناه، وبحبكم في الله. هو زي ما انا قلت لكم كده، وانا الديك ده اصلا لحد دلوقتي انا مش عارفه هو بتاع مين والله. يعني احنا زي ما قلت لكم كده بنقلب في الباميه، هي خلاص على وشك، احنا خلاص هنقطعها اهو. ولقينا الديك ده، فطرح احنا حاطين يعني شايلين لحد ما نشوف اصحابه. الجو مولع يا جماعه، الجو فعلا فظيع 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 الايام دي. الجو فظيع، ربنا يستر والله العظيم على الناس، وربنا يستر على الاطفال الصغيره، بتبكي من كتر الحراره. عايزه اوريكم بس كده البرتقال. هو والله يا جماعه انا ما عارفه ليه برتقال ولا ليمون اصلا فرنساوي ولا ايه بالظبط، مش عارفه. هاخدكم جوله كده معايا سريعه، هوريكم كل حاجه. شايفين بدأ ده بقى، ده موز. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شكل الموز روعه اهو ما شاء الله. البتاع الموزايه من كتر ما شاء الله ما هي محمله، شايفين عامله ازاي، بركه على الارض. دي بقى الكبيره دي سبحان الله يا ربي، الصغيره طلعت والكبيره لسه، دي الكبيره دي لسه ما طلعتش اي حاجه خالص. طبعا ده زيتون،
كنت موريها لكم قبل كده وشرحت لكم قبل كده اهو. بس صراحة انا بخاف اتحرك يعني في الاماكن دي في والجو صيف، يعني بخاف من اي زواحف او اي حاجة. دي نبتة الرجلة يا جماعة اللي كنت قايله لكم عليها مرة. دي نبتة الرجلة اللي بقول لكم ما تحطوهاش يا جماعة، اللي عندها ارانب ما تحطش النبتة دي، ما تحطش النبتة بتاع الرجلة دي للارانب ابدا باي طريقة من الطرق، وخصوصا في الصيف. امنعي خالص، امنعي اصلا في الصيف انك انت تحطي للارانب حشائش او اي حاجة، يا تحط لهم لقم يا تحط لهم قشر بطيخ، قشر اناناس، مش موجود الحاجات دي، قشر البطاطس، اي قشورة عندك حطها لهم، اي بواقي خضرة بتاع المحاشي، اي حاجة من الحاجات دي كلها دي حطوها. انما الرجلة دي حاجة اسمها رجلة، وبتتباع برضو عندكم في الاسواق، يعني الناس اللي مش في مصر طبعا هم مش هيعرفوها، يعني هي اسمها مش عارفة والله هي اسمها ايه. اهي شايفين يا جماعة ما شاء الله، فرشة فرشة فظيعة. هي اكلها حلو بقى للبط، يعني مثلا تجيبيها للبط وتخرطيها وتحطيها على العلف، دي روعة روعة اهو. طبعا زي ما انتم شايفين برضو قبل كده وريتكم الحاجات ده، العنب، ووريتكم العنب السنة دي عندنا يا جماعة ما بايظة خالص، وده ما شاء الله بلح